مرحبا بكم متابعينا قناة رحالة، ولكن في فيديو جديد. أول نترحم على شهدائنا، نسأل ربنا إن شاء الله يوقف الحرب ويصلح حال البلاد إن شاء الله. طيب، الفيديو بتاع اليوم هو فيديو يعني ممكن نقول نصايح أو معلومات للناس اللي بتجي أمريكا جديد. يعني انت وصلت امريكا جديد، كيف تحصل عمل، كيف تفتش على سكن. ان شاء الله حيكون عندنا فيديو تاني نتكلم فيه عن طبيعة الفرق يعني بين امريكا وكندا بعد القرار الجديد يعني اللي صدر، كلنا عارفينه. طيب، نبدأ بموضوع اليوم اللي هو انت وصلت امريكا، ايا كانت الطريقة اللي وصلت بها يعني، وقدمت اللجوء، منتظر لجوء، او عندك قضية لسه جاية مهم وعايز تشتغل طبعا. ف محتاج انت طبعا هنا في امريكا انه اللي هو اذن العمل. اذن العمل ما بيطلع، يعني مسموح لك ان انت تاخذ اذن عمل بعد 5 شهور او بالضبط 150 يوم زي 30 يوم. الكلام ده بعد، مش انك من يوم وصلت امريكا. يعني كثير من الناس بيحصل لبس انه يقول لك انا من يوم وصلت امريكا انه انا خلاص بعد 150 يوم او 6 شهور بحق لنا اقدم اذن عمل. لا، حتى لو عندك قضية معاهم في الاميجريشن، إذن العمل بتقدر تحسب 200 تقدر تحسب إنه بعد 150 يوم أو 6 شهور تقدر تاخذها، أو 180 يوم بعد ما تقدم الأسايلم أو القضية حقتك اللي هو الكيس. بعد تقدم الكيس حقك، المحامي هو يقدم لك الكيس، مش إنه كونه ظهرت لك قضية أنت كده خلاص قدمت كيس. لا، بعد أنت في ابليكيشن كده بتاع كيس زي 5 أو 6 صفحات بتملاها فوازي، يعني انت جاي من بلدك لشنو، الحاصل شنو، ليه خايف ترجع، وجيت كيف، واهلك وين، اللذيذة دي. انت بعد تعبي الكيس ده وتقدمه ليهم، من يوم اللي قدمته واستلمته انت تقدر تحسب بعد ده 5 شهور او 6 شهور انك بتاخد بعديها الورك بيرمنت او اذن العمل، وتقدر تقدم طبعا السوشيال سيكيورتي او الضمان، رغم الضمان الاجتماعي برضو. طيب، اذا انا جيت وطبعا ما في، تقدر تنتظر 5-6 شهور، ممكن سنة على بال ما تقدم الكيس حقك وهنا عشان تاخذ الإذن العمل. فأفضل طريقة إنك تشتغل طبعا تحت الترابيزة. فيها هو يعني الطريقة بتاعت المعارف، عندك أصحابك يدوروا لك، لكن في طرق تانية أنت تقدر تستخدمها. طيب، من ضمن الطرق دي تنزل عندك في جوجل أو جوجل ماب، تشوف أقرب مطاعم لك في المنطقة اللي أنت ساكن فيها، المطاعم العربية، وتتصل عليهم. يعني بتحط لستة كده بالمطاعم، بالسوبر ماركت، بالسموك شوب، الحاجة القريبة منك، تتصل عليهم تسألهم إنه بتوظفوا. يعني بعد ما تسألهم السؤال ده قول لهم يا أخي أنا عايز الدفع تحت الترابيزة under the table، يعني إنه شنو، هو بيفهم عليك إنك أنت ما عندك ورق، فهو بيوريك إنه إذا أوكي بس يقدر يوظفك ولا لا. أو ممكن أنت يعني تنزل تدور بنفسك، افضل انك تمشي لهم يعني بنفسك. طيب، الطريقة الثانية اللي هو يعني الجروبات بتاعت الجاليات العربية، تشوف انت الولاية اللي انت فيها، يعني تدخل على الجروبات الجالية العربية، تنشر اعلان. وانصح بشدة يعني الجروبات بتاعت الجالية اليمنية، يعني هي جالية مشهود لها هنا في امريكا صراحة. يعني جالية هي من اكتر الجاليات اللي هم يعني بيساعدوا، واللي تقدر تقول هم يعني عندهم بيزنس، يعني ربنا يزيدهم ان شاء الله. فالجالية اليمنية صح انه بيشد انك تخش في جروب حقاتهم، وما شاء الله يعني ناس يعني كل مشهود لهم. انت في امريكا بتسمع انه الجالية اليمنية هي جالية يعني لها مكانة خاصة عند كل واحد، ومع احترامنا لكل الجاليات طبعا. ف ده العمل، يعني دي الطرق اللي تقدر تحصل بها عمل. والنصائح انه ابعد، يعني ابعد من انت طالما جديد وما عندك اذن عمل، ابعد من السموك شوب او الحاجه اللي بتجيب لك المشكله، لانها قايل له مشكله جا فوق بوليس
انت جيت ما عندك ورق، مشكلة بالنسبة لك انت ولا صاحب العمل. مش لك انت انه ده بأثر على الكيس حقك، على قضية اللجوء حقك. صاحب العمل ما عارف، ممكن تقريبا حيغرمه او حيعمل له تكيت. فده المختصر يعني بالنسبة للعمل في أمريكا. إن شاء الله ربنا يسهل. نشوفكم في فيديو جاي اللي هو نشوف يعني بين أمريكا وبين كندا.